كانت جاية لوحدها العيادة، بتقدم رجل وبتأخر رجل، كان ملامحها كلها حزن. قالت لي باختصار: أنا اسمي آسيا وعندي 12 سنة، أنا عايشة في بيت عيلة وتقريبا كده عايشة في شارع كل الناس قرايبنا وصحابنا. وأنا عندي 5 سنين سيدة فاضلة قريبتنا من بعيد اسمها مدام أمال بقت بتيجي لكل الناس قرايبنا ومعارفنا تساعدهم في الأعباء المنزلية، بس كانت بتجيلنا يوميا علشان تقعد معايا أنا وأخويا بعد الظهر لما بنرجع من المدرسة لغاية ما بابا وماما يجوا. كل الناس كانوا مجمعين إن مدام أمال دي سيدة فاضلة وأمينة وكويسة جدا وطيبة، وكانوا حتى بيسيبوا لها مفاتيح بيوتهم. آسيا قالت لي وأنا عندي 8 سنين كان في بقي البانة. مدام أمال قالت لي تفي اللبان، قلت لها مش هتفها. قالت لي لو انت ما تفتيهاش انا هعرف اخدها واتفها في الباسكت. قلت لها ازاي؟ راحت مقربه مني حضناني جامد، لمست شفايفها بشفايفي، دخلت لسانها جوه بقي، خدت اللبانه وتفتها في الباسكت وقالت لي شفتي؟ آسيا قالت لي في اليوم ده انا ضحكت ضحك انا ومدام امال وبقت لعبتنا، كل يوم بمضغ لبانه ومدام امال تيجي تاخدها. مدام امال بقى زودت وبقت بتيجي تدور بقي فاضي ولا فيه لبانه، بقت بتيجي تدور في اي مكان وانا بستحمى وانا نايمه وانا بذاكر، حتى في وجود بابا وماما كانت برضو بتعمل كده. آسيا قالت لي وانا عندي 11 سنه حسيت ان في حاجه مش مظبوطه، قلت لمدام امال لو سمحتي بطلي اللعبه دي، ولو ما بطلتيش انا هقول لماما. مدام امال قالت لها لو انت قلتي لمامتك مامتك هتمشيني وهتحتاسوا لان انتوا اللي محتاجيني مش انا اللي محتاجاكم. آسيا سكتت وما قالتش لمامتها اي حاجه. آسيا لما تمت 12 سنه استجمعت شجاعتها كده وراحت قالت لمامتها اللي بيحصل. مامتها كان رد فعلها يعني نرفز آسيا جدا. مامتها قالت لها اياكي تقولي لحد، مدام امال دي بتدخل كل البيوت الناس اللي عارفينها وهتبقي لبانه في بق الناس وكل الناس هتفضل تحكي في سيرتك، ومش بس كده احنا هنبقى منبوذين اجتماعيا ومحدش هيبقى عايز يعرفنا، ومش بس كده ممكن كمان يحصل لك مشاكل في الجواز وما تتجوزيش ابدا. انا هفتعل مشاكل صغيره لغايه ما مشي مدام امال من غير ما حد خالص يحس في ايه. آسيا لما جات لي كان فات 2 شهر على ان هي تقول لمامتها الحكايه. آسيا كانت مصدومه وغضبانه من مامتها جدا. المشكله اللي مامة آسيا عملتها وآسيا صغيره ان هي دايما كانت بتوعيها ان في لمسه طيبه ولمسه خبيثه او شريره. آسيا كانت فاكره ان التحرش يعني لمسه خبيثه. يعني ايه اللمسه الخبيثه؟ يعني لمسه هتألمها وهتضايقها. ودي مشكله بشوفها في كل الامهات. لازم وانا بقوي بناتي وولادي اقول لهم ان في لمسه سريه. يعني ايه اللمسه السريه؟ يعني الشخص هيمسك المنطقه بتاعه المايو بتاعتي او هيلمس شفايفي او هيحط لسانه جوه لساني. مش بعيد كمان ان الشخص ده ممكن مش لازم يبص على الحاجات دي، ممكن يدخل ايده بس من تحت الهدوم، لان ده مهم جدا ان احنا نفهمه لاطفالنا. دايما الامهات بيقولوا لاطفالهم حد ضايقك لازم نتعود ان احنا نقول لهم مين لاعب معاك ولاعب معاك ازاي، لان دايما التحرش بيبقى على سبيل اللعب والهزار. لازم كمان لما بناتنا يتعرضوا لأي مشكلة تحرش ان احنا نحس بيهم ونفهم مشاعرهم، مش اول حاجة نفكر فيها نظرة الناس لينا والناس هتبص لنا ازاي. اهم حاجة في مشكلة آسيا ان احنا كنا نشيل مدام امال من البيت، لان آسيا ما كانتش حاسة خالص بامان ومتضايقة جدا من اهلها ان هم مش حاسين بيها ولا بمشاعرها.